عندي نوع مسألة مثلا ممكن يجيلك ماتش في لابلاس. انت معظم مسائل الماتش ممكن تتحل بالعين كده. لو انت بصيت هنا على اول حاجة بيقولك لابلاس لتي في اي باور نيجاتيف تي. طب انا كان عندي قانونين في الحالة دي. كان عندي قانون يا اما الاقي اف في التي، يعني الاقي التي مضروبة في حاجة او الاقي الاي مضروبة في حاجة. ممكن انا بختار واحدة فيهم. لو اخترت ان انا امشي بالقانون بتاع الاي فانا بسيب الاي زي ما هي، بعمل لابلاس اللي جنبها، والناتج اللي هيطلع بشيل كل اس واحط مكانه اس ماينس الاي او الاس ماينس الرقم اللي في الباور فوق هنا. طب لو اخترت الطريقة التانية اللي هي التي، بسيب التي زي ما هي وبعمل لابلاس للرقم التاني، واللي بيطلع بضربه في نيجاتيف واحد وبعمل له ديريفاتيف بس. فانا لو جيت بصيت هنا هلاقي ان تعالى نعملها باسهل طريقه الاول، ان هي الاي، يبقى انا الاول هسيب دي واحول التي دي الاول. حلو. يبقى دي هيبقى معاك واحد على اس واحد فاكتوريال، لان هي التي باور ان فهي هتبقى واحد فاكتوريال بواحد على اس باور الان زائد الواحد. الان بكام؟ بواحد، يبقى ان زائد واحد يبقى اس باور تو. حلو. ولما تدخل عليها الاي هتشيل كل اس وتحط مكانها اس ناقص الرقم اللي فوق، يعني اس ناقص واحد يبقى اس زائد اتنين. يبقى دي بقى واحد على اس زائد واحد كلها باور تو. حلو. ايه بقى عندي هنا في دول؟ لو بصيت هنا عليها التانية بيقولي واحد على اس زائد واحد كلها باور اتنين. حلو. يبقى الأولى توصل بالتانية، يبقى أول واحدة تبقى اتنين. خلصنا من دي. حلو. اللي بعده يقولك لابلاس لتو تي في اي باور ثري تي. هعمل نفس الحوار. اول حاجة هطلع بس الاتنين دي برا، وهسيب الاي وهعمل التي الاول، ابدأ بالسهل. لو عملت كده هلاقي اعمل التي الاول هيبقى واحد فاكتوريال، هيبقى واحد زي ما هي على اس باور اتنين. هشيل الاس واحط مكانها اس ناقص تلاتة عشان دي باور تلاتة، اي دي باور تلاتة. فهشيل الاس بتاعتي تبقى اس ناقص التلاتة كلها باور الاتنين. لو بصيت هنا يبقى معايا كده اتنين في واحد على اس ناقص تلاتة باور اتنين. لو بصيت هنا هلاقي التالتة، هلاقي اتنين على اس ناقص تلاتة باور اتنين هي. يبقى التانية مع التالتة، يبقى دي هتبقى اجابتها تلاتة. حلو. نروح على تالت واحد، لابلاس ل e باور نيجاتيف تو في كوساين التو تي. اهو هثبت ال e زي ما هي واغير في دي. الكوساين كانت بتبقى ايه؟ كانت بتبقى الاس على اس باور تو ناقص الرقم ده باور تو. يعني هيبقى معايا اس اوفر اس باور تو زائد الرقم ده باور تو اللي هي فور. من غير ما اكمل لو بصيت انا متوقع ان الاجابه هتطلع واحد. ليه؟ لان انا لما ان هي اصلا الوحيده الشيب ده هو الوحيد اللي موجود هنا، من اللي فاضلين دي كده خلصت. ده اولا. ثانيا بعد ما تدخل هنا الاس عندك هتشيلها وتحط مكانها اس زائد الاتنين، فتحط فوق اس زائد الاتنين وتحت اس زائد الاتنين باور تو، تطلع هي دي بس. فانت هيبقى معاك ان السي تبقى هي اول واحده. انت دي معاك خلصت ودي معاك خلصت، تطلع الاولى. حلو. هنا يقول لك لابلاس انفرس الاس على اس باور 2 زائد 16. عايز نرجعها لاصلها، تعال نكتبها تحت. يبقى معاك اس على اس باور 2 زائد 16. حلو. انا كان عندي اس على اس فوق وزائد تحت، يبقى دي كانت ايه؟ الكوزاين. دي كانت الكوزاين. طب حلو. بس الرقم ده ايه باور 2 يديني 16. ايه باور 2 يديني 16 الاربعة. يعني انا قلت اس على اس باور 2 زائد 4 باور 2 بس. يبقى دي المفروض تتحول للكوزاين 4 تي، صح؟ دي كانت اسمة الكوزاين. اهو لو بصيت عندك اهو كوزاين 4 تي، يبقى دي قصادها خمسة. خمسة تروح على اللي بعده، لابلاس لانفرس واحد على اس ناقص اتنين باور اتنين. يبقى معاك نكتبها تحت عشان تبقى بشكل اوضح. واحد على
اس ناقص 2 كلها باور 2. حلو. لو بصيت هنا اس ناقص 2 كلها باور 2، يبقى دي كانت اي في حاجة، بحيث ان انا كان معايا حاجة كان فيه هنا اس ماشي، وبعد كده شلت الاس وحطيت مكانها اي. تعال نخرج الاي كده، هيبقى معاك المفروض اي باور 2 تي مضروبة في 1 على اس باور 2. 1 على اس باور 2 مش دي كانت التي؟ مش التي كنت بحط، يبقى 1 فاكتوريال على اس باور 1 زائد الواحد، يعني اس زائد اس باور 2. فانا عندي هنا ال n بواحد وفوق في واحد، يبقى دي التي، يبقى عندي e في t. بس هبص هنا على e باور 2t في t اهي، هشيلها واحط هنا 4، وبقى لي اخر واحدة اللي هي 6. بس تعالى نحلها برضو عشان نبقى عارفين اتحلت ازاي. هنكتبها تحت عشان يبقى قدامنا 2 على s باور 2 زائد 4. لو بصيت هلاقي 2 s باور 2 زائد 4 فوق رقم وتحت بلس، يبقى دي ساين. طب ساين حلو، بس دي لازم تبقى باور 2. لو شلت دي ممكن اقول ال2 باور 2، الرقم فوق وتحت الرقم عمله باور 2، دي هي الساين ال2 تي، هي الساين ال2 تي. بس ودي طريقة مسألة الماتش. دي مسائل سهلة، حتى ممكن لو انت اتدربت كتير وحليت لابلاس كتير، انت بالنظر بتاعك هتبص عليها هتلاقي الإجابة قدامك على طول.